مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد. فبعد الكلمة التي قالها حفيظ الدراجي خلال مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو، قال: منتخب الجزائر يلعب في بلاده. هذه الجملة ما عجبتهمش، وهذا الصباح كنصبحوا على خبر اعتقال حفيظ الدراجي بسبب ما قاله. في هذا الفيديو غادي تخرجوا فاهمين كل شيء. ما تبخلوش عنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة على بركة الله. نشوفوا هذا السيد هذا يشرح لنا كل شيء. حفيظ الدراجي، سمعتك قلتي واحد الهضره في شكال اليوم في هذاك الماتش نتاع الجزائر بوركينا فاسو. بعدا مبروك على المنتخب الجزائري، تأهل 6 النقاط، جوج ديال الانتصارات، مبروك. والدراجي كيفاش قلتي تما بانه المنتخب الجزائري يلعب امام جماهيره وعلى ارضه؟ هاد الهضره راه قالها القجع. بالنسبة لهذه الهضرة قالها القجع، حيت في الأول بداية كأس إفريقيا قال القجع أنه يرحب بجميع المنتخبات الإفريقية إلا منتخب واحد وهو الجزائر. علاش؟ حيت منتخب الجزائر غادي يلعب في بلاده، كيقصد زعما غادي يلعب في المغرب بلاده الثانية. هادشي اللي قصد. وهاد الهضره راه ما كتعجبش الهوكيستان. زعما ما كتعجبش الجزائر، حيت حفيظ الدراجي قال ان منتخب الجزائر من لعب الماتش ديالو ضد بوركينا فاسو قال ان منتخب الجزائر والجماهير الجزائرية تلعب في بلادها، يقصد البلاد الثاني وهو المغرب. وهذه الامور او هذه الجمل لا تعجب بلاد الجزائر او بعض من الجزائريين. لنتابع. ما كتعجبش النظام ديالك، وما غاديش تعجب الشنقاري حتى، وغادي تمرض السي عبد المجيد. كيفاش على ارضك وامام جماهيرك؟ راه شتي القجع وشنو قال داك النهار؟ قال لك الجزائريين ما نرحبوش بهم، راهم في بلادهم. دابا انت عاودتي نفس الهضره ديال الخصم رقم واحد ديال ولا واش اليوم شنقريحه ما خدامش ولا راه عطله ولا هو السي عبد المجيد راهم؟ صراحة الخوت كاين اللي تعجبوا هاد الهضرة هادي. كندوي على الجماهير الجزائرية، كاين اللي يعجبوا هذا الأمر. يقول المذيع أن الجزائر يلعب في بلاده لأن هناك جزائريون يعتبرون أن المغرب بلادهم الثانية، وهناك فئة أخرى لن يعجبها هذا الأمر، وتلك الفئة هي التي تريد أن تشعل الفتنة بين الجزائر والمغرب. في شي عالم آخر. داكشي علاش استغليتي الفرصة باش ترجع للطبيعة ديالك، ترجع لعقلك كما كنتي في الأيام ديال العقل. هي الأيام يا الدراجية، هي الأيام. اش غدير؟ المهم ما علينا. غانا هذه جاتني في شكل، فهمتي؟ خاصة تجي من عندك انت، لأن عندك واحد 4 سنين ديال تدوينات وتصريحات غاية في التهوكيستانيت. ولكن هذه جات لي بحال درتي شي انقلاب على راسك. قال لك سيدي المنتخب الجزائري يلعب امام جماهيره. هذيك جماهيره ندوزوها بشغيمه الماء، واخا تما وحدين اخرين منهم مغاربه منهم توانسه منهم كذا، المهم هذيك ندوزوها، الاغلبيه جزائريين الله يجيب التيسير. ولكن على ارضه هذه ما غاديش تعجب الشنكراي حتى. هذه قاصحه شويه. المهم اخوتي، اللي ما متيقش هذا الامر هذا فغير البارح انس سينا، اللي ما كيعرفش انس سينا فهو صانع محتوى جزائري مشهور، تحدث، خرج بتصريحات قال أنه يريد أن يشاهد في قنوات التلفزيونية الجزائرية أن تتحدث عن أخبار الجزائر وعن شؤون الجزائر بدون أن تتحدث عن المغرب، فقط تهتم بالشؤون ديالها. هذا الشيء فقط اللي قال، وتم الاعتقال ديالو صباح اليوم. إذن تحجم مستحيلة. ممكن بسبب هذه الكلمة اللي قالها حفيظ الدراجي اليوم في مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو، ممكن يتطرد كاع من الجزائر، حيث الجزائريون، فئة من الجزائريون لا يحبون مثل هذه الأمور وكيشوفوا المغرب عدو ديالهم. والمغاربة راه ما عارفينش هادشي، ما فراسهمش. راه الجزائريين اللي موهمين ريوسهم باللي راه المغرب والجزائر بيناتهم عداوة، أما المغاربة راه ما على بالهمش، كيشوفوا الجزائريين خوتهم. المهم اخوتي، هنا كيسال هذا الفيديو. الى عجبكم
فضلا وليس أمرا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة. شكرا على المشاهدة.